بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الصادق الأمين. حلقتنا هذا اليوم هو حول نسب قبيلة أياد، قبيلة شهيرة وقبيلة عمرها منذ آلاف السنين. طبعا جاء في كتاب في كتاب جمهرة أنساب العرب ابن حزم الأندلسي، قال إن قبيلة أياد يعود نسبها، قال ذكر إن عكه، قبيلة عكه الشهيرة الذي كان في تهامة، قال إنها من ذرية أياد، وأياد هو ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن نبي الله إسماعيل عليه السلام. قال إني عكه بن ساعد بن عمرو بن شمر بن عدي بن مالك بن يعدن بن النمر بن وائل بن الطمشان بن عوذ بن مناه بن يقدم بن أفصي بن دعمي بن أياد الحكيم المشهور. وأبو داود الشاعر اسمه جارية من الحجاج، وقيل حنظلة بالشرقي، والقاضي المعتزل أحمد بن محمد بن أبي بن داود واسم أبي داود فرج، وقيل دعمي بن جرير ابن عبد الله بن عباد بن سلام بن مالك بن لخم بن قنص بن منعه بن برجان بن الدوس، يعني ذكر حتى الدوس إني من ذرية أياد، قبيلة الدوس الذي منهم أبا هريرة الدوسي. بن الديل بن حذافة بن زهر بن نزار. وقال إن أولاد أياد بن نزار بن معد، قال زهرة ودعمي وأنمار. وقال يعني إن من أنمار قال بني الطماح ومدري ما. هذا في كتابه يعني رقم في صفحة رقم 328 و 329 من جمهرة أنساب العرب. نجي إلى الكتاب الثاني حق ابن هشام الكلبي الحميري، قال في كتاب التيجان في صفحة 222 221، قال إن نزار بن معد بن عدنان كان معه من الأبناء 4، وهم أياد وأنمار وربيعة ومضر. بينما يعني كتاب قال إنه كان معه 4 من الأبناء. قالوا إنما ال4 هذولا عندما مات أبوهم يعني أوصالهم واحد، أنمار أوصالها الحمار، وربيعة أوصالها الكلب هواش، وأياد أوصالها بالعصا أو مدري إيش قال أوصالها ومضر أوصالها بالقبة. يعني هكذا. وقال إنهم ذهبوا إلى الملك الجرهمي حق نجران يحتكموا إليه وكذا كذا، وخرابط، واصطنعوا أفلام وقصص حتى لو فيها يعني إساءة لهذا الأشخاص، إنما يريدوا اصطناع قصص كاذبة لأجل يدخلها في عقل المستمع كي يستوعب التزوير ويصدق، يعني على أساس موجب القصة هذا. وهكذا. وقال إن أنمار من ذرية قبيلة أنمار الذي هي ابن زار بني بقيلة، الذي منهم الصحابي رضوان الله عليه عبد الله ابن البقلي المشهور الذي دعا له الرسول، والذي أمره أن يهد مكان العبادة الذي فيها الأصنام والأشياء كذا كذا. وقبيلة شهير بني بقيلة الذي كان قائد فتوحات عبد الله بن البقلي وغيره. يعني قال إنه من بني أنمار. صح، عبد الله قبيلة بقيلة من أنمار، ولكن أنمار هي قبيلة يمنية، أخوان حمير ابن سبا. يعود تاريخ يعني عندما خلق يعني قبيلة أنمار، عندما خلق أنمار قبل أن يخلق معد بن عدنان ذي ينسبها، قبل ما يخلق نزار ابن معد بن عدنان ب3000 سنة. يعني خلقت القبيلة هذا خلق أنمار قبل 6500 سنة. أنمار هو ابن سبا، قبيلة شهيرة ومعروفة، وهو أخو حمير يعني.
ومعروف في الأحاديث النبوية وفي الأشياء، ولا في أي خلاف على هذا الشيء. يعني قبيلة أنمار مذكورة في أحاديث نبوية ومذكورة في حضارة وفي تاريخ وفي الواحد يزور. يعني زورت نسب قبيلة والصقتها برجل، يعني وقد القبيلة هذا خلقت قبل ما يخلق هذا الشخص اللي نسبتها له ب3000 ب4000 سنة. شوفوا ايش الجرم وايش قال يعني ابن الكلبي في كتابه صفحة 222 قال: حتى الملك النعمان ابن المنذر ملك الحير، الملك المشهور، يقولوا بعض المؤرخين انه ابن قنص ابن نزار ابن معد بن عدنان. شوف يعني الملك النعمان بن المنذر ملك يمني حميري، يعني حتى ملك وله حضارة وتاريخ. يعني هل يعني عاد يعني يحدث تزوير لنسبه؟ يعني ممكن يزور لها الواحد قبيلة ليس لها بصمات ولا تاريخ ولا حضارة قامت لهم ولا مواقف عبر التاريخ الذي كذا، لكن ملك، يعني ملك أرض وبلدان لقرون هو أولاده، يعني ودي يزور نسبه. يعني هذا أعمال فاضحة. لكن الله أعلم هل هذولا زوروا هم بأنفسهم بأيديهم مقابل ماذا زوروا، أم يعني زوروا على ألسنتهم بعد أن توفوا وأخذوا النسخ الأصلية المزورين الذي أتوا بعدهم ونسبوها وزوروا كتبهم. لكن لعنة الله عليهم المزورين، لأنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين الذي ينسب لقوم ليس منهم أو الأب ليس أبيه. وحديث آخر قال أنه كفر بالله، حديث علي بن أبي طالب قال أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال: لعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين وكفر بالله الذي ينسب لأب ليس أبيه أو القوم ليس منهم. يعني صحيح البخاري 10 الحديث. وفعلا هذا الحديث صحيح من خلال حتى كلام الله، وذي يقبلها العقل أنه هذا الصح، أنه هذا صحيح. يعني كما قال الله في القرآن: ادعوهم لآبائهم فهو أقصد عند الله. وهذا الشيء يعني كفر. طبعا ما أريد التوضيح لكم أولا هو الآتي: عندما ذكر ابن حزم الأندلسي من قبيلة عكا إنها من ذرية أياد، وأياد هو ابن عدنان ابن نزار بن عدنان. أولا عكا قبيلة هي من قبائل الإزد، والإزد هو أخو حمير، كان في تهامة. وعكا قبيلة انشأه قبل أكثر من 5000 سنة. والدليل هو الآتي: أولا النقش الذي سوف أنزله على الشاشة أنه في عهد ذمار علي يهبر، كان قبل أكثر من 3100 سنة، عندما مكن من الجيش لتطبيع القبائل الذي لا تمرد عليه، من ضمنهم عكا في تهامة، يعني قبل 3100 سنة. وذلك العهد لم يكون في القبائل العدنانية، يعني قد يكون في ذلك العهد انشأين قبائل في من عدنان، ما كان بش قبائل لأنه قبل 3100 سنة. يعني عندما تنسبها يعني إلى عدنان. اثنين يوجد نقش عن نسبها. ثلاثة قبيلة دوس يوجد عشرات النقوش في مارب إنها قبيلة إزدية يمنية. يعني وفي ذلك العهد ما كان بش قبائل العدنان، يعني كانوا ما قد انشأوا قبل 3100 سنة. 4 يوجد نقش حول نسب أياد سوف أنزل على الشاشة أنها من قبائل الإزد، حيث ذكر النقش إن في عهد الملك ثاران هينعم قبل أكثر من 3000 سنة إنه قام بإرسال جيش بقيادة أولاده فلان وفلان وفلان، شرحبيل وفلان ومعد يكرب وكذا كذا، لتأديب القبائل في الشرق وفي الغرب وفي غير وغير الذي لا يعني حدث اضطرابات وتمرد، من ضمنهم قبيلة أياد. وتم أسر سيدهم وهو مذكور في النقش كذا بالنص: ثعلبة بن سلول.
سيد قبيلة أياد. طيب ثعلبة بن سلول. السلول من هم؟ معروف أنه بني سلول من قبائل خزاعة الإزد، والإزد أخو حمير. آخرهم الذي ملكوا قبل الإسلام ب400 سنة كانوا سادة مكة، ذهبوا إلى مكة وطردوا قبيلة جيرهم الذي هي جيرهم الحميرية وملكوا، وآخر ملوك لمكة لحين فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم هما بني حبشة ابن خزاعة، حبشة بن سلول. وحتى كان باقي من قبيلة الإزد من بني سلول عبد الله بن أبي الذي قال رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم أنه منافق، الذي كان ابنه أكبر صحابي للرسول، والأب كان منافق. عبد الله بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول. يعني هذا دليل ثابت ودليل المادي الذي يثبت يعني. فشوفوا ايش الجرم الذي يعني جعل هذول يقوموا بالتزويرات. كما قلنا لكم سابقا انه الكتب هذه حق المؤرخين لن يعد فيها 5% الذي صحيح و95% مزور. لن يبقى معهم إلا الصلاب العلوان فقط وما بداخل مزور. فلا تصدقوا أي كتب، حتى الحديث النبوية في أحاديث في الكتب الصحيحة نسفتها نقوش، لأن النقوش لا أصدق منها لا القرآن الكريم يعني. لأنه كانوا يزوروا الكتب ويزيد يستند بحديث ولا بقصة ولا بكذا كذا وزرق حديث نبوي. يعني لم بقي الكلام الله ذي ما استطاعش له أي شيء حديث أو بكتب ما لم توفر به أدلة مادية فلا عمل عليه. يعني أخافونا بهذا إذن صدق يعني ابن هذا الهمداني في كتابه يعني بعض من الأشياء من ضمنها عندما قال إنه أول من ابتدأ التزوير هو معاوية بن أبي سفيان، إنه بدأ زور وحاول نسب قضاعة الحميري وقبائل أخرى إلى معد بن عدنان، وقال يريد يساوي بين قحطان وعدنان ليكونوا متساويين. يعني إيش يساوي بين يعني قبائل قحطان الذي نبي الله إسماعيل عليه السلام تربى عندهم وعمره لا يتجاوز 2 أو 3 أشهر أو 4 أشهر، تربى عندهم في مكة، وحين ذاك عند قبيلة جرهم قبيلة حميرية كان أعدادها يفوق 50-60 الألف شخص داخل مكة، وفي المدينة كانوا سعهم يعني أكثر من 50,000 من قبيلة العماليق الحميرية في هذاك الحين، وهو طفل رضيع لا يتجاوز عمره 4 أشهر، ويجي معاوية يقول يشتي يساوي بين قحطان وعدنان. يعني هذا جنان. قحطان القبائل اليمنية عهدها قبل 11,000 سنة، والقبائل العدنانية لا تتجاوز 3,500 سنة، والقبائل اليمنية كان تاريخ إنشائها من قبل 11,000 سنة، لأنه من ذرية نبي رسول الله هود، ورسول الله هود بقي معه من الأبناء أكثر من 15 و17 و20 ولد، وكان أكبرهم قحطان، ونحن من ذريتهم ومن ذرية، والبعض العرب اليمنيين من ذرية قوم عاد الذين نجاهم الله، كما ذكر في القرآن نجى الله الرسول هود ومن آمن معه 1000 الأشخاص يعني من قوم عاد، وكانوا يطالوا بالأعمار من 1000 سنة، من 1200 سنة أعمارهم، وكانوا بغنى فاحش ذو ثروات وبنون كما قال الله في القرآن. يعني فكانوا كثر عوله، وكانوا الجزيرة العربية أنهار، كان في يعني في حضرموت وفي أرض سبا جنتان، لن يذكر الله يعني جنتان في الكرة الأرضية إلا في اليمن عن يمين وعن شمال، فكانوا في غنى فاحش وأموال وثروات. يعني
قالوا على أنه جيش التبع يعني كان عدد جيش التبع ما يفوق 1,000,000 حين كان يغزي القارات العالم قبل ما يخلق نبي الله إبراهيم عليه السلام، ويجي معاه ويقول اشتي يساوي بين فين كباش ليقسم. شوفوا على افتراء وعلى جرم يعني. وتحياتي، سوف ننزل النقش والمصادر حق هذا على شاشة الهاتف.